السلام عليكم. مبروك لكل جماهير النادي الاهلي الفوز الكبير على نادي الترجي، مع ان المفروض كنا نكسب سكور كبير جدا، بس الحمد لله نتيجه برضو مرضيه لجماهير النادي الاهلي. وتسرع كان كبير جدا من لعيبه الاهلي في ان هم يحرزوا اهداف اكتر. لو كانت اللعيبه قدرت تتقل زي الجون الثاني بتاع بيرسي تاو، وفضل تقلان تقلان على الكوره جدا لغايه ما بعت الجمهور وبعت الاداره وبعت اللعيبه بتاعه الترجي وبعت كل الناس وحط الكوره بكل معلمه. تقدر تقول عليه ميسي تاو. مبروك لجماهير النادي الاهلي وهارد لك لجماهير الترجي. تعالوا بقى نشوف ارقام كولر مع النادي الاهلي من ساعه ما تولى منصبه لحد النهارده. لعب 41 مباراه، فاز 30 وتعادل في 7 واتهزم 4، وسجل لعيبه الاهلي 77 هدف، وتلقى في شباكه 26 هدف، وخرج في 25 مباراه كلين شيت، وتوج بكاس السوبر مرتين وكاس مصر مره، وحقق اليوم هزيمه ساحقه على كبير النوادي التونسيه الترجي التونسي في استاد رادس، الاستاد المحبب للجماهير التونسيه. ومباراة العودة هتكون يوم الجمعة الجاية، وهتكون مباراة صعبة جدا على الكابتن نبيل معلول وعلى لعيبة نادي الترجي. و90% أعتقد إن الترجي هيودع البطولة، لأن الموضوع هيبقى صعب هنا في القاهرة، لأن الأهلي هيلعب بجمهوره وسط جيشه وسط شعبه، والترجي محروم من الجماهير لأربع مباريات بقرار من الفيفا. وده بيصعب الأمور أكتر على نادي الترجي، خصوصا إن نادي الترجي عنده مشاكل كبيرة في خط الهجوم واصابات كتير، والنادي الاهلي هيلعب وسط جماهيره بالهتافات اللي بتحبها اللعيبه وبتنسجم مع المباراه بسببها. اعتقد ان الموضوع هيبقى صعب جدا على نادي الترجي ان هو حتى يقدر يحرز اهداف. ومع ذلك نحط الاحتمالات ان ممكن يحصل في الامور امور، والترجي يقدر يعمل حاجه هنا في مصر. واللي هيكسب من المباراه دي هيواجه سان داونز او الوداد. نسبه 90% الاهلي هيكسب الترجي في القاهره، وان شاء الله نقابل سان داونز ليرد الاهلي الاعتبار قدام القاره باكملها، ليعرف الكل ان الاهلي كبير افريقيا وكبير القاره بحالها. مباراه سان داونز اللي فاتت كانت غلطه كبيره لن تتكرر. الغلطه اللي عملها كولر في دور المجموعات مباراه سان داونز مش هتتكرر تاني. لو الاهلي واجه سان داونز هيكون جحيم على لعيبه سان داونز. وكولر ذاكر لعيبته كويس جدا وعرف بيستخدم كل لاعب ازاي، والنهارده بان في ماتش الترجي كان ازاي الاهلي مسيطر طول ال 90 دقيقه. وانا انتظر بحراره لقاء سان داونز لرد الاعتبار. كفاك المجد يا اهلي كفاك، انت العز تعلو في سماك، وانت النجم في ظلم الليالي، تضيء الدرب انوار دياك، تحلق في سماء الفوز صقرا، تخطف كأسها عند ارتقاق، تهابك كل أصناف الأفاعي، ويخشى النمر منك إذا لقاك، وتخشاك السباع إذا استماتت في الميدان رعبا من لقاك، ستبقى قلعة حمراء تصبو إلى العلياء دوما منتهاك. فيا أهلي دم للمجد فخرا، وفنان تغاذل هواك، ولا تنصت لحساد تغلي، ولا تنظر إليه إذا رماك.